السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل أمة محمد أجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب خير الدنيا والآخرة، اللهم آمين اللهم آمين. بعض الناس المربيين اللي على راسي واحترامهم عندي كبير جدا جدا، اللي بيقولوا إن لازم نأكل البط أو أي طيور علف صافي الفترة اللي هو موجود عندك فيها، سواء للإنتاج أو للحم تأكليه علف صافي. مش أنا متفقة مع المزارع بيأكلوا علف صافي، لأنهم بيطلعوا تسمين لحم لمدة محددة بيطلعوا فيها تسمين. طيب ماشي، لو احنا بنربي في البيت على قد احتياجنا، مثلا لو هنطلع بط اللحم او هنطلعه للانتاج، مش متفقه ان احنا هناكل علف صافي، لان في بعض الطيور التانية موجوده في ايه بتستهلك معانا علف. فالبط يا جماعه بعد ال 45 يوم ممكن نبدا نخلط له. دول بسم الله ما شاء الله، دول داخلين معانا على الشهرين، ربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب اللهم امين. احجامهم بسم الله ما شاء الله. القمر حقيقي ظلماهم، مش جايباهم على حقيقتهم، وبدا ان هم يطلع لهم ريش، داخلين على الشهرين دول 50 يوم او كم 50 يوم، ربنا يبارك فيهم يا رب. دول خليط مسكوفي وتركي موجود معانا، فربنا يبارك كلكم. كل اللي متابعيني انا مش باكل علف صافي، حتى لو طيور الانتاج اللي موجوده عندي متاح لي ان انا اكل علف صافي باكل، مش متاح لي بحط عيش، بحط سرسه على عيش. المتاح عندي انا باكل طيور عليه، باكل طيوري، مش واقفه على حاجه معينه، ما باكلش الطيور حاجه معينه، مش ثابته على علف معين. لان لو ثبتي على علف معين للطير عندك، بصوا تنته لما بيزهق منه زيه زي البشر بالظبط. يعني لو واحد مريض وجبت له نوع علاج وفضلت تديله منه على طول باستمرار، ارتاح لمده معينه، رجع التعب رد عليه تاني، رجع ياخد نفس العلاج، جسمه ما عادش عنده مناعه من العلاج ده، اتعود عليه، ما عادش بيديه مناعه، ما عادش فيه مناعه مع العلاج ده خالص، يعني ما عادش بيجيب نتيجه وياه، لانه خلاص ما بقاش عنده مناعه، اتعود على نوع العلاج ده، زهق منه، الجسم زهق منه. لذلك الطير كمثل، لو انت فضلت مع نوع معين من العلف، الطير تنته لما بيزهق، لو جددت مع الطيور تلقى الطير بياكل معاك بشهيه مفتوحه جدا جدا. انا البط ده من نادر، يعني بصوا ان حطيت له علف صافي، متوفر عندي علف بحط علف عشان ما اكذبش عليكم، مش متوفر بقدم خلطات، ممكن الخلطه اللي انا احطها للطير ما يبقاش فيها صنف العلف تمام. ولذلك هوريكم دلوقتي انا هفطر البط بتاعي ايه، وبيشيل معايا وزن بسم الله ما شاء الله. لو انا قربت الصوره هوريكم حجم البط عندي، الله اكبر عليه، تشوفوه تقولوا ده مسكوفي مش خليط ولا تركي تماما. بسم الله ما شاء الله، احجامهم ممتازه جدا جدا. لذلك ان انا لما جيت ابيع الدفعه سبت جزء منها، ما رضيتش ابيعها كلها، بعت الالوانات الغامقه تماما وسبت التركي وسبت الخليط المميز عندي، عشان انا حابه ان انا السلاله دي تكبر عندي وتكتر، لان السلاله دي ممتازه جدا جدا، سواء الخليط او التركي، الاثنين بسم الله ما شاء الله، والاثنين بيرقدوا عندي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. والمسكوف بيرقد يا جماعه، اللي يقول لكم المسكوف ما بيرقدش، لا المسكوف بيرقد، بس مش كل المسكوف بيرقد، ولا كل المسكوف ما بيرقدش، يعني ممكن نقول بنسبه 75%، مش هقول لكم بنسبه 100% او 80% او الكلام ده كله، لا بنسبه 75% المسكوف بيرقد عندي. يعني في بعض البط بيبيض ويديك انتاج عالي جدا جدا من البيض، بس مش بيرقد، ممكن ترقد معاكي يوم واتنين وتحسسك انها خلاص هترقد على البيض، بس بتزهق وتقوم، يعني بيجي لها ملل وتقوم مش عايز ترقد على البيض، ممكن تبوظ لك البيض، بس بنسبه 75% يرقد معاكي ويديكي انتاج صحيح، فربنا يبارك. فهنبدا دلوقتي حالا ننزل الوجبه اللي انا عاملاها للبط بتاعي. هوريكم الوجبه اللي موجوده معايا ايه: كالسيوم، مضاد حيوي، بروتين عالي جدا جدا، بصوا حاجات ممتازه جدا جدا، حاجات منشطه للكبد. انا موجود معايا اولا بصل، انا جايبه بصل مخرطاه معايا اهوت، البصل ده مضاد حيوي جميل جدا جدا ورافع مناعه. معايا جرجير ومعايا فجل. الجرجير والفجل والله العظيم فايدتهم عاليه جدا جدا بالنسبه للبط، بالنسبه للبط او لاي طيور. الجرجير والفجل منشط عامل الكبد، رافع مناعه، كالسيوم طبيعي، فيه نسبه مضاد سموم ممتازه جدا جدا. والله العظيم بيمنع، يعني بصوا الكالسيوم حلو جدا جدا عشان الكساح للبط. طب انا حطيت فجل وحطيت جرجير في الحر، ممكن الطيور تاكل منه بكثره، ممكن يعمل عندها اسهال. طب انا اعمل ايه؟ ممكن احط معلقه كبيره من النشا، او ممكن اجيب حبيتين بطاطس زي اللي انتوا شايفينهم دول، ابشرهم او اخرطهم على العلف بتاعي اللي انا حطاه مع الفجل والجرجير.
شفت انا بقول لكم ايه؟ يعني جايبه لكم كل الحلول، جايبه لكم خلطه احطها لكم مع بعضها كده عشان تفيد الطيور بتاعتكم. كان عندي شويه رز، جبتهم حطيت عليهم شويه ميه بصوت جدا جدا عشان ما يعجنش قدام الطيور، فقلت اجيبهم بقى احطهم مع بعض كده. فدي الوجبه اللي هفطر الطيور بتاعتي عليه. انا مش بسيب البط في المكان ده بس عشان التصوير بره بيبقى وحش، فقلت اصور معاكم هنا واشرح لكم الموضوع دنيته ايه. فربنا يبارك يا رب. فدي الخلطه اللي انا حطاها للطيور بتاعتي. الرز ده فيه زيت، فيه بهارات، لان هو ده رز احمر، ففيه كل حاجه احنا محتاجينها. فحلو جدا جدا للطيور. اي رز موجود عندي، اي عيش بفركه وبحطه في الشمس شويه 5 دقايق لحد ما اقدر ان انا افركه واحطه على العيش. ولو في كميه علف عندي بحطها. الوجبه دي ممتازه جدا جدا للبط بتاعنا. هنبدا نطلع العلف بره، ونبدا نطلع البط بتاعنا بره، وانا مجهزه لهم الميه بتاعتهم. فنبدا دلوقتي حالا نفتح له الباب عشان يخرج وعشان يطلع في الشمس، لان الشمس عامل اساسي كالسيوم طبيعي جدا جدا للطيور بتاعتنا. البط لازم يتعرض للشمس مش زي اي طيور. الميه اهي احنا غاسلين بتاع الطبق الميه بتاعهم ومجهزين فيه ميه نضيفه اهوت. هنبدا بقى نطلع البط بتاعنا عشان يتعامل، لان هو بيحب الشمس جدا جدا، والشمس حلوه جدا جدا للبط. انا المكان ده بس ان هم يباتوا فيه، بس بيخلوه له ربع لان بحط لهم ميه بالليل لان الجو حار. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك. شايفين بقى فرق التصوير جوه من بره؟ فرق تاني، لان المكان هنا هيكون مضل ومتعرش فبيبقى التصوير فيه ضلمه شويه. اهم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الشمس زي ما قلت لكم كالسيوم طبيعي جدا جدا وعامل اساس لتربيه البط. ندخل بقى على البط بتاعنا الصغير اللي جوه، اللي فيه مسكوفي وفيه خليط. هوريكم حجم المسكوفي وهوريكم حجم الخليط، وانتوا هتحكموا بنفسكم. والاتنين عمر واحد. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك. من يوم ما عملت لهم خلطه الوصفه بتاع صبار الالوفيرا والليمون وحطت لهم الخلطه الوصفه دي، بسم الله ما شاء الله كانت ممتازه جدا جدا وجايبه نتيجه مذهله مع البط بتاعي. شايفين العلف ممسوح، مفيش علف تماما. البط بتاعي حيويته ممتازه جدا جدا، نشط جدا جدا. ده مسكوفي وخليط مسكوفي وتركي، الله اكبر عليهم، ربنا يبارك فيهم ويحميهم. دول بياكلوا علف لسه صافي، باكل علف ناعم. انا الفتره اللي باكل فيها البط بتاعي ممكن اكل شهر سليم علف ناعم، وبعد كده اقلب على الخشن شويه، وبعد كده ابدا اخلط للبط بتاعي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دول واللي بره دول للتربيه ان شاء الله عندي للانتاج بتاع البط بتاعي، لان عايزه اوسع من مشروع البط. في حاجات كده معينه بتبقى عندي كده ببقى عايزه اوسع منها، وفي حاجات ببقى محبطه فيها لان الاستهلاك عليها بيبقى وحش شويه. فعشان كده في حاجات معينه انا بحب اكبر من مشروعي فيها. فربنا يبارك يا رب. هنبدا دلوقتي ننزل لهم العلف بتاعهم، وهحط لهم ميه بيضه لحد ما اغسل الرز بتاع البيت بتاع الاكل. هجيب لهم ميه الرز. ميه الرز يا جماعه والله العظيم والله العظيم وانا بحلف وعن ثقه وعن يقين ان ميه الرز ممتازه جدا جدا. حط شويه ميه رز اللي موجودين عندك واعصري فيهم ليمون وحطهم للبط بتاعك، والله العظيم هتدعي لي، والله هتدعي لي. لاي طيور عندك مش شرط البط، بس للبط بالذات، لان البط بيبقى معرض للكساح وللاسهالات في فصل الصيف. فميه الرز ديت مطهر معه ممتاز جدا جدا لكميه النشويات اللي موجوده فيها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويحسن ما بين ايدينا جميعا. هنجيب لهم العلف بتاعهم ونجيب لهم الميه. مفيش اكتر من كده اللي هحطه للبط بتاعي، بس انا حبيت اصور معاكم البط الكبير عشان اللي عنده نفس الاعمار اللي موجوده بره يعرف انا بقدم لهم خلطات ايه. موجود عندك علف صافي يا ست الحبايب، او اخويا الكريم موجود عندكم علف صافي للدفعه اللي موجوده بره ده حط علف صافي. بس لو مش قادر ان انت تحط علف صافي ممكن تعمل الخلطه دي وتحط عليها كميه علف. ما عندكش كميه علف دي ممكن تعملها وجبه اساسيه في اليوم وتحط لهم وجبه علف. يعني انا لو متاح هعمل وجبه علف، بس الوجبه دي على الريق ممتازه جدا جدا لان فيها بصل، فيها بطاطس، فيها فجل، فيها جرجير، فيها رز، فيها كميه نشويات، كميه مضاد حيوي، فيها كالسيوم، فيها منشط عامل الكبد، فيها حاجات ممتازه جدا جدا. فوجبه جميله جدا جدا على الريق. اللي خايف يعملها على الريق ممكن يعملها وجبه المغرب ويحط وجبه العلف الصبح تبقى اساسيه للطيور بتاعته. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. والله العظيم انا من يوم ما عملت الوصفه للبط بتاعي صبار الالوفيرا دي ممتاز جدا جدا بنسبه مضاد الحيوي اللي موجوده فيه ممتاز جدا جدا. والليمون زي ما انتم عارفين فيه فيتامين سي ورافع المناعه ممتاز جدا جدا، وفيه نسبه املاح ممتازه جدا جدا. فهو بصوا الليمون بيجدد خلايا الجسم سواء للبشر للحيوانات للطيور، هو بيجدد خلايا الجسم مباشره. بس اهم شيء ما يكونش على حاجه سخنه، يعني لا تحطه على ميه مغليه ولا اي حاجه. صلي على عليه افضل محمد. الصلاه والسلام. تحطوه على ميه تكون فتره،
يعني لو من الحنفيه يكون افضل. لو غاليه وصفه وعايزه تضيفي عليها ليمون، تصبري عليها لحد ما تهدى تماما، وبعدين ضيفي الليمون بتاعك عليها، هتجيب نتيجه مذهله جدا جدا. وزي ما قلت لكم ان الليمون بيجدد خلايا الجسم وبينشط الجسم بصوا بسرعه كبيره جدا جدا. فربنا يبارك ليا وليكم يا رب ان شاء الله، ويحسن ما بين ايدينا جميعا. وبقدر الامكان لو بتقدروا تستفادوا من الفيديوهات بتاعتي والمعلومات اللي انا بقدمها لكم، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان يوصلكم مني كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.